السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير على خير، ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يلقاكم نتوما باحسن صحه واحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم غادي نديروا مع بعض واحد الحلوه اللي سهله وتعطي كميه شويه وفيره، وفي نفس الوقت والاهم من ذلك ان مكوناتها اقتصاديه ولذيذه بزاف بزاف. يلا تبعوني باش نخدموا مع بعض هذه الحلوه هذه. عندي هنايا 125 غرام ديال الزبده طريه بدرجه حراره المطبخ، كون مخرجاها من قبل باش تساعدنا في الخدمه. غادي نضيف لها واحد نص كاس ديال السكر سنيده، نضيف لها واحد الساشي ديال الزهر، غادي نخدم مزيان هاد الزبده هادي مع السكر سنيده ومع الزهر اللي عندنا حتى تولي لنا بوماد. بسم الله. غادي نضيف هنايا واحد نص كاس ديال الزيت، زيت نباتيه لهاد الزبده هادي اللي عندنا، ونوليو نخلطو مزيان حتى تولي لنا هاد الزبده بوماد، نساجم هاد العناصر كامله تدخل في بعضياتها بهذا الشكل هذا. نخدمو مزيان الزبده. غادي نضيف هنايا زوج ديال البيضات، بحال غادي نخلط الكل حتى يدخل لنا هذا البيض هذا في الخليط اللي عندنا. غادي نضيف هنايا واحد الكاس ديال الزنجلان اللي صهرته وطحنته، كذلك نضيف واحد الكاس ديال القوقاو اللي حتى هو محمر بقشرته ومطحون، وغادي نخلط الكل. هاد الزنجلان والقوقاو يعطيوها واحد اللذة رائعه لهاد الحلوه هذه. في هاد الاثناء غادي نضيفوا واحد 3 ديال الفرماجات مثلثين، وغادي نحاول يعني ندخلهم في الخليط مزيان حتى ينسجموا حتى هما في هذا الخليط اللي عندنا. وهنا غادي نضيف الطحين حسب الخليط. هنا عندي هاد الباله هادي ديال الطحين صغيره تعبر لي كاس ديال العنبه، غادي ندير منها واحد 3 ونشوف، يعني 3 كيسان ديال العنبه في الاول ونشوفوا. بسم الله. نغربلو بطبيعه الحال، نديرو الباله الثانيه والثالثه. غادي نغربل هاد الدقيق هذا او الطحين اللي درنا ونشوفوا واش تجمع لي العجينه ولا نزيدو. غادي نخلطو مزيان. غادي نزيد هنايا الكاس الرابع بوزن 8 غرام او 7 غرام كيف نخلط. كما راكم تشوفوا العجينه عاد عندي يعني جاري. غادي نضيف الكاس الخامس، نحاول نجمع هاد العجين في الاطراف ما نخليه حتى شويه. وهنا غادي نجمع، نظن كافي هذا ربع كاس غادي يجمع لنا العجينه كامله. هنا دخلت لنا 4 كيسان وربع ديال الطحين، غادي نجمعوا هاد العجينه هادي. نحاول هنا غادي نغطيها بكيس بلاستيكي. هنا كما راكم تشوفوا سرحت العجينه ديالنا بين جوج بلاستيكات، وغادي نطبعها بهذا الطابع نتاع المثلث او تاع الفرماجه. هنايا بعدا طبعت واحد نص ديال الطاوه، وغادي نستمر حتى نكمل العجينه اللي عندي. ومن نكملوا غادي ندخلوها الفرن اللي سخنته من قبل، نطيبها على درجه حراره متوسطه حتى تطيب على خاطرها، ونتلاقاو باش نكملوا عفوا التزيين ديالها اللي هو اللي غادي يورينا النتيجه ديال هذه الحلوه هذه. يلا معايا درك نكملوا بعد ما نطيبوها نتلاقاو. وهنا بعد ما الحلوه ديالنا طابت كما راكم تشوفوا تحمرت بهذا الشكل هذا، غادي نجيب هنايا القوقاو اللي هرمشتو طحنتو وهرمشتو بهذا الشكل درتو كونكاسي. وهنا غادي نجيب التعليكه، بغيتي ديري حتى الكراميل او لا كونفيتور لك حريه الاختيار. غادي ندهن هذا المثلث هذا نتاع الحلوه بهذا الشكل، وغادي ندير لها الوجه ديالها في القوقاو كونكاسي بحال هاد الطريقه هذه، هاد الشكل هذا.
غادي نستفهم في الطاوة ونكمل هاد الكمية هادي، وغادي نتلاقاو باش نكملو لها تزيين. وهنا ستت الحلوة ديالنا فوق البوطاجي، وغادي ندير لها خطوط بالشيكولا بيضاء درتها هنا فوق هاد الكاغد باش ما تلتصقلناش الشيكولا بسطح العمل. غادي نديرو خطوط بالشيكولا بيضاء ونشوفوها في طبق التقديم. ها هي الحلوة ديالنا بعد ما وجدت. هنا حطيناها في هاد الطبسي هذا، عطاتنا واحد الكمية وفيرة. نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يعجبكم، ونتمنى تنوضوا تجربوها لانها فعلا حلوة لذيذة بزاف بزاف. وخليو لي تعليقاتكم المحفزة، وبارطاجيو الفيديو مع اكبر عدد من الاصدقاء، وان شاء الله نقول لكم الى فيديو قادم بحول الله.